العاجل القجع يطير إلى كندا لمشاركة اجتماع للمجلس الأعلى للفيفا وبصفته عضو المكتب التنفيذي وبرفقته وفد من الجامعة الملكية لكرة القدم. لكن اجي نعرفوا اشنا هو الدور اللي كيقوم به فوزي القجع داخل المكتب التنفيذي ديال الفيفا. بزاف فينا كيشوفوا فوزي القجع غير في الملاعب او في الاجتماعات الوطنيه، ولكن واش عارفين باللي هذا الرجل كيجلس في المطبخ ديال القرارات اللي كتبدل وجه الكره في العالم؟ فوزي القجع اليوم ماشي غير رئيس الجامعه، هو صوت قاره وصانع قرار في المجلس التنفيذي للفيفا. منذ 2021 فاز القجع بهذا المنصب، وهو حاضي هذا المقعد الاستراتيجي. وماشي غير هذا الشيء، في مارس 2025 تجددت فيه الثقة بإعادة انتخابه بأغلبية ساحقة. علاش؟ حيث الفيفا ما كاينش عاطفة، كاين الخدمة يابا. وهذا المجلس هو العقل المدبر اللي كيقرر في مصير بطولات العالمية والقوانين اللي كتحكم الكرة من كندا حتى الأستراليا. هذا الموقع عطاه القوة باش يكون المدافع الأول على مصالح الكرة المغربية والإفريقية. ملي كيحضر القجع كيحضر صوت إفريقيا، هو اللي كيضغط باش حقوق القارة تكون محفوظة وباش المغرب ياخذ مكانته المستحقة في التنظيم والتسيير. ما بقاش المغرب غير مشارك ولا شريك في صناعة القرار، والخدمة مازال مسألة تما. القجع عضو في جوج اللجان حساسة بزاف، الحوكمة والتدقيق والمسابقات، يعني هو اللي كيراجع الحسابات وكيشوف واش القوانين كتطبق بمهنية. هادشي كيعطي للمغرب هيبة وكيخلينا نكونوا قراب من كواليس أكبر منظمة رياضية في العالم.